شات جي بي تي مضر ولا مفيد؟ والسؤال ده اتسال لايلون ماسك في مقابله تلفزيونيه ليه، وكانت اجابته بان هو مضر. المصيبه في الموضوع ان ايلون ماسك ما خدش ثانيه ان هو حتى يفكر في الموضوع. ولو انت ما تعرفش فان ايلون ماسك من مؤسسين اوبن اي اي، الشركه اللي عملت شات جي بي تي، واللي خلى ايلون ماسك انه يسيبها بسبب اختلافه هو وصديقه مؤسسين الشركه. عشان صديقه كان ليه وجهه نظر مختلفه مع ايلون ماسك، وهو انه مش مهم بالنسبه له البشريه، اهم حاجه الفلوس. ايلون ماسك كان مهم بالنسبه له ان حاجه زي دي ما تضرش البشريه، بس صديقه كان مش مهم بالنسبه له البشر، اهم حاجه انه يكسب فلوس. ودي حاجه ضايقت ايلون ماسك، علشان ايلون ماسك كل مشاريعه هدفها ان هي تعمل حاجه تفيد البشريه. شات جي بي تي هيبدا ياخد شغلانات كتيره الناس بتعملها، فده هيزود نسب البطاله على العالم. ومش بس كده، مع تطور شات جي بي تي في المستقبل ما نعرفش تطوره ده هيخليه يوصل لفين، ممكن ياخد مكاني ومكانك. فالتكنولوجيا هي معموله علشان تسهل علينا حياتنا، بس بالنسبه للناس اللي عاملين حاجات زي كده هو يهمه الفلوس.